هلا رجعت وياكم بفيديو جديد. شلونكم؟ اخباركم؟ يا رب الكل يكون بألف خير. طبعا موضوع الفيديو عن محمد ابو غطاه وتالا صفوان. طبعا صارت بيناتهم خلافات هواية بالفترة الأخيرة، وإجاني كم منشن على هذا الموضوع. طبعا أنا كنت أحضر فيديو عن الفيديوهات اللي انتشرت قبل عن محمد، إنه طلع ويا فلانة كذا، طلع ويا فلانة كذا، وطلع ويا فلانة كذا. أوكي، فتعالوا نكتشف حقيقة هاي الفيديوهات من خلال هذا الفيديو. إذا حابين تعرفون التفاصيل تابعوا الفيديو للنهاية، حطوا لايك واشتركوا إذا مو مشتركين، وصلوا على محمد. خلونا نبلش. أوكي، بالبداية نسمع القصة. نبلش السالفة. اتصلت علي بشهر الواحد تقريبا، هيك يوم 4 يوم 8، قالت لي يابا محمد أنا أريد أجي للعراق. أنا هنا توها صاير عندي حالة وفاة جدتي ماما طالع 40، أنا هنا بعدني ما مشتغل، توني راجع للنشر. قلت لها ها تريد تجين هسه؟ والله أنا أعتذر وعندي ظروف بس إذا تجين مو مشكلة، بس خليها يعني حاول. قلت تعاي بعد رمضان، تعاي بعد ما أدري شنو. قالت لا أنا أريد أجي هسه، السعوديين حاكين علي، الكل حاكي علي، الجمهور العراقي بتفاعل حلو، الجمهور العراقي بهواي أشياء. قلت لها بكيفك؟ قالت لي شو وقت أجي؟ قلت لها تعاي يوم 31 يخلصون العراقيين امتحانات، هنا نقدر نصور نقدر ما ادري شنو. قالت محمد انا لما اجي اريد اسوي وياك دراما، اريد نحب بعض، اريد نلتقي بطيبه، طيبه بتجيب لنا مشاهدات هي بالبث، تقول لك تكتب لكم تعليق منو طيبه، منو هي اصلا قبل لا تيجي العراق تعرف طيبه منو، ونايمه بحسابها نيوم كانت. المهم يا جماعه الخير، اتفقنا يمتى؟ اتفقنا تيجي يوم 31. خالة نانا البنية الإيرانية اللي هي كانت متعاركة وياها اجت يمتى؟ اوكي نكمل. اجت خالة نانا يوم 26 أو 27 للعراق. قامت دقت علي بالواتساب، محمد خالة نانا اجت للعراق. يعني الولد كان مضغوط عليه. اوكي يلا نكمل. شلون راح تاخذ المحتوى العراقي؟ راح تاخذ المحتوى العراقي؟ مهووسه بالبنت بشكل مو طبيعي. قلت لها احنا متفقين يوم 31، شنو دخل بخالة نانا؟ قالت لا باكر احجز طياره واجي. حجزت يمتى؟ يوم 28. انا هنا بعدني ما مشتغل، انا هنا بعدني انا عندي توقيع عقد اعلان انستغرام راتب شهري. قلت لهم اريد راتبي مال رمضان اعطوني اياه، لان انه لا بنيه جايه وضيفه وهذا. رحت قبلها بيوم وجيتها من الناصريه للجنوب بسياره 10 ساعات. رحت اول ما وصلت والله العلي العظيم، رحت اول شيء دقيت على الولد هذا اللي يمها، ما اريد اذكر اسمه، ما اريد اعطيه اتنشن. قلت له اسمع انا ما ندل باربيل، بس اريد فرقه او شيء. اتصلت على فرقه، اتفقت وياهم، الفرقه اعتذروا وقالوا هسه قاعد تمطر الدنيا ما نقدر نطلع. طلعت بالمطر ورحت، هو هم اتصلت علي اجا وياي وجاب وياه الولد، هو اللي ينشرون هو وزوجته، ما اعرفهم والله العلي العظيم اني ما اعرفه. العشاء المدري شنو يا جماعة الخير، أنا رايح ملتقي بيها، أنا رايح أعزز. قلت لها اسمعي الموجودين على الطبلة مو أصدقائي مقربين، لا تختلطين وياهم على قد الغير العراقي. وهم شو يقولوا لها؟ نروح حفلات، نروح أشياء، نروح المعارض وهاي الأشياء. هي كاتبت لكم تعليق إنه إن شاء الله، يعني أساسا أنا على نياتي ما أعرف وهي تعرف. هاي بأول يوم قلت لها قسم بالله سحبتها على صفحة، قلت لها تالا أنت بنية وهذول كلهم شباب، مستحيل تدخلين هيك اماكن وانا ما اقبل، والله العلي العظيم قلت لها انا ما اقبل تدخلين هيك اماكن، والله العلي العظيم قلت لها انا ما اقبل تدخلين هيك اماكن، هاي اماكن بيها اشياء غلط وبيها مدري شنو، وراح يصورون وانت مشهوره وانت جاي للعراق راح تطيح براسنا. اللي قاعدين يمها اللي اصلا رادوا ياخذوها، اللي هم جاي يستشرفون، يعني هسه انتوا عرفتوا ليش هي ضاجت من محمد؟ محمد مو جوها، محمد انسان محترم فقير على نياته، اللي يمها ياخذوها يطلعوها ما ادري وين يودوها. ما كنت بغير فندق هنا، ما كنت بفندقها. محمد تعال معي بالغرفه، وقسم بالله وهي هسه شنو مصوره بسنابها، شو تقول والله دخل علي وانا لابسه ملابس نوم. ما هو انت باول يوم خليتيني ادخل يمك للصبح باقي بالغرفه اسوي مونتاج المقاطعك، مسويتني خدام وانت كنتي لابسه بس روب. اوكي، هاي تفاصيل قليلة من المشكلة اللي صارت.
بس احنا ما راح نسمع الطرف واحد، راح نسمع للطرفين وبعدين راح نقرر وراح نحكي. تخيلوا يقول داخل عليها الساعة 3 الفجر ابغى اصالحها، يعني انت تركت كل الاوقات جايني اخر الليل، يعني احترف بملابس النوم وما احترمتني وانا بملابس نوم وجايني اخر الليل تصالحني. طب انت اصلا ليش تغلط علي عشان تصالحني؟ انا واحدة هنا جاية كم يوم وبروح، ليش تغلط؟ انا ما عندي مشكلة الحين افتح سكرين ملابس النوم، انتي ملابس النوم مو ما هي اصلا صورت برك، يعني تصوير شاشة يغلط عليها ويغلط علينا. ملابس النوم ما انتي صورتي بالفندق وسويتي يعني اشياء، اوكي بعدين شلون يفوت عليك يعني اوكي ما راح يغلط عليها ويغلط علينا. حبايبي انتوا هذول الاثنين هاي تالا ما اعرف شنو هالموضوع من فتره، وانتوا شفتوا بنفسكم ناس طلعوا تكلموا عني الفتره الاخيره، انا تجاهلت. اسمع ايش يقول؟ اوكي طبعا هذول الاثنين لو يسكتون افضل لهم، ما اعرف شنو وضعهم، عايفين ابن بلدهم ليوقفون ويا شخص استغلالي. ليش؟ لأسباب تافهة. البنت اللي يم تالا أهدتها آيفون 17 برو ماكس، تالا أهدتها 17، لذلك واقفة وياها. أما هذا اللي منا ما أعرف صراحة شنو انطته، شنو جايبت له، شنو أهدته، حتى لهالدرجة دا يدافع عنها مع إنه هي غلطانة. محمد أبو غطى انطى هواية دلائل وأثبت إنه هو بريء، بس إنه هي هسه أراويكم السكرينات بعد ما يخلص البث وما تنشر أي شي، يعني فعلا ما تنشر أي شي. واضح إنه إجت حتى تستغل، لا أكثر ولا أقل، لأنه هي عندها مشاكل هواية بدبي. لكن نكمل. فإذا أنت الحق وياك ما يحتاج لا تقعدين يمك فلان منا ولا تقعدين يمك فلانة منا، انت اطلعي احكي اذا انت حقانية، اذا انت وياك الحق ما يحتاج. انت رحتي قعدتيهم يمك، انت على بالك هسه من قعدتي ورطتي البنية وياك، يعني هسه البنية والله كانت تحكي بالخاص تقول اجاني كلام، البنية والله ما كانت تحكي هسه وياي بالانستغرام تقول اجاني كلام وايفون وخلاص. قلت لها انت ايش دخل، ليش قعدتي يمها؟ ليش؟ البنية تورطت، ليش قعدتي؟ هي خلتهم طعم يمها، قعدت هذا هنا وقعدت هذا هنا على اساس شوفوا حتى العراقيين واقفين وياه. اليمك هذا لوقي، هذا على اساس انه على اساس يعني صديقي، هذا لوقي وقف يمك. لو تجيبين الكرة الأرضية كلها، يعني تخيلوا رايحة ضايفة فانزاتي كلهم مصممين مالتي كلهم ضايفتهم وتكتب لهم مثل ما ذكرت ما أعرف شنو أهدتهم أو أنطتهم أو سوت لهم حتى هيجي واقفين وياها ودا يدافعون عنها على أساس أنهم أصدقاء محمد. المهم نكمل. يا شاهدة والحمد لله آية راودكم المكالمات والمحادثات وبستوريها نزلت كل شيء. نكمل. جد على أساس أنها تجيني فجأة يجيني اتصال من الفندق، السلام عليكم. وعليكم السلام، لو سمحت ترى طالعت لك بنت وطالع معاها ولد، هل أنت تسمحي بهذا الولد؟ قلت لهم لا. شلون ما قلتي لهم لا وانتي اصلا رايدتني انا اجي؟ انتي اصلا كانت آية توها واصلة على اربيل جاية طيارتها من بغداد وقلت لها انا انتظرش تجين الصالحين، وآية تمنى تنزلين هذا السكرين مال كاتبت لك انتظرش تجي من اربيل بغداد حتى الصالحين. هذا الكلام كله والاشياء اللي صارت والخلافات كله على مود الفوتة للغرفة. زين اوكي اني وياكم، شلون محمد يفوت للغرفة والفندق 5 نجوم؟ يعني المفروض بطاقة، مستحيل يقدر يفوت للغرفة إذا ما كان إذا مو بالبطاقة، أو على أساس إنه هي كانت بملابس غير لائقة، إنه ما يصير وإنه غلط، وهي أصلا مشلحة ومغيرة، هو أصلا كان موجود بالغرفة. تعالوا شوفوا الفيديو اللي صورته، خلينا نشوف الفيديو اللي صورته أول ما يعني إجت للفندق.
أوريكم كيف قضيت أول يوم لي بأربيل. اليوم طبيت للعراق، وأول مكان قررت أروح له هو أربيل. وطبعا أول ما جيت لأربيل كلمت محمد أبو غطة لأني ما أعرف أي شيء بالعراق، ونصحني إني أروح لأوتيل رمادة. ايش رايك بذوقي؟ طلع الفندق حلو ولا لا؟ الفندق يخبل أمانة. أتكلم عن إيش ولا إيش؟ أتكلم عن الغرف الواسعة اللي تشرح الصدر، ولا نظافة الغرف ولا شنو ولا شنو، ما شاء الله. وبعدين كله كوم، وفيو الغرفة كوم ثاني. تخيلوا إنها مطلة. أنا أسترخي بعد هاليوم الطويل وسويت مساج. شنو؟ منو اللي ببالك؟ محمد مالك دخل، ومن ضمن الخدمات اللي يقدمها هذا الفيديو وهاي الملابس، وإنه هي خجلانة. أوكي، خجلانة إنه محمد شلون فات للغرفة، وهي أصلا هي اللي مفوتته للغرفة. لا، والمصيبة إنه هي ما كانت لابسة ملابس غير لائقة، بالعكس كانت ملابس عادية. محمد هسه أنا هاي باوع عمامي عمي قسما بذات الله موجود يعني مرخصتك عمي هسه قسما بذات الله هسه دز رسالة قال لي قل له لا يقول لوقي علي اني، ترى اذا خلصت من عندي ترى اني وراي عشيرة، وراي عشيرة تمام. اذا تفض موضوع تالي انا لا تجيب أنا اسمي، ما حافظ موضوعي قسما انا لا تجيب اسمي، لا تجيب اسمي، لان قسما بذات الله قسما بذات الله هسه عمامي راسلوني قالوا قل له لا يجيب اسمنا، لا تجيب اسمي تمام. انا طلعت احكي اللي صار والحق، واللي يسكت عن الحق شيطان اخرس تمام. اني ما اسكت، اني شفت قباله اسولفه، أنا هم شفت القبالة أسولف تاله والله. وداعت هالام وداعت امي قسما بذات الله لو تاله غلطانه اطلع واقول تاله غلطانه والله العلي العظيم. ولا جاي دوره والله أنا مصلحتي تقولون على أساس سبب التليفون. انا وعلي شنو مصلحتي؟ نقول سبب التليفون، انتم عقليتكم ما ادري شلون عندكم كل شيء. لا مسوي جنتلمان. هو انت مين اصلا؟ لا، ويهدد بعد. اويلي، ما اعرف والله شلون ينطون بابن بلدهم. ابن بلدي خط احمر بين عيوني وعلى راسي. اوكي، واصلا هو ما مسوي شي غلط، ولا هو نشرة احيانا يكون انه اوفر، بس مهما يكون هذا ابن بلدي مستحيل انطي بيه ابدا. ما اعرف شلون ينطون بابن بلدهم يعني، والله ما اعرف. لا، واصلا هو يعني مبين يعني انه هو ما مسوي شي مع الاسف، بس ما اعرف شلون دا ينطون بابن بلدهم. ملابس نوم، ملابس بنت، يعني ما في اي بنت تحب انه احد يشوفها بملابس النوم. فجاني هذا، دخلت آية وكان هو عند الباب ودخل، انا ما اذنت له ودخل قعد باللي هي ما اذنتني وانا دخلت. ما هو شنو؟ ما هو لعبة شعاب، احنا قاعد نلعب طوبة. فندق 5 نجوم، باب بي بطاقة، شنو فتحت الباب ودخلت؟ كيفش؟ انتي دخلت يمك وسديت الباب ورجعت فتحتي الباب وقلتي لي ادخل. قلتي دخل علي بملابس نوم، وانتي اللي دخلتيني، وانتي اللي لحيتي على آية اجي، وانتي ما كنتي لابسه ملابس نوم. فحرام عليك، واكو رب العالمين فوق يعني. ومع رغم ما يحتاج، انا ما حد صدقاك. منو يصدقك الا الناس اللي حسبالهم راح تعطينهم ايفون. وين الفيديو؟ هذا الفيديو. بس اسمعوا لي شنو تقول بالبداية. يعني آسف على اللفظ، وما راح أطلع لكم اللفظ كله أكيد، يعني احتراما. أكو صغار أكو كبار. ام السفرة اللي انت فيها يا شيخ. طوط من أم السفرة اللي أنت فيها يا شيخ. ام السفرة اللي انت فيها يا شيخ. أوكي، أريدكم تركزون على لبسها زين تمام. راح أراكم الفيديو هسه. هذا أسلوب. ما أبغى أشوف وجهك يا أخي ما أبغى أشوف وجهك. مبدئيا هذا كل شيء صار قدامكم. يلا بس. أوكي. هذه أخلاق. هاي ملابس النوم اللي دوختنا بيها، اللي دا تقول انه اني لابسة ملابس نوم. انتي وحدك انتي ملابس نوم تلبسين يعني. هسه اني شفت يمكن 50 اكثر فيديو. محمد دائما ينطي ادلة اوكي ونشرها، ودا يحكي بالتفصيل ومبين كلامه منطقي 100%. اوكي، بس هي دليل واحد ما انطت.
أي دليل ما أنطت، ومصرة إنه أني راح أسوي بيكم كذا، راح أسوي بيكم كذا، راح أرفع عليكم دعوة كذا، راح أقاضيكم، لا مصرة يعني. أني مو يعني إنه هو ابن بلدي وأني راح أدافع عنه، أكيد راح أدافع عنه. وإذا كان ابن بلدي أوكي غلطان ويا شخص غريب ياخذ الحق من العيون، بس ابن بلدي مستحيل أنطي، ابن بلدي خط أحمر. أوكي طلعت المقطع قسما بالله لا ألاحقك قانونيا، مو لو انك بالناصريه، لو انك وين ما كنت ما تصورني بغرفتي بدون اذني، وانت يا آية حطت لي هذه الصوره مصورتني من ورا. ايش قصدك؟ تحسب انا ما حاقول كلام يخلي اي احد يخليني يقاضيني؟ انا حاقاضي كل احد نشر اشياء عني انا ما ابغاها. انا وحده بغرفتي الساعه 3 بالليل. حبيبي انتي دا تحجين ودا تتهجمين وانتي ما عندك اي دليل، وانتي اصلا ما خليتي شخص جميع المنصات ما سويتي مشكلة وياه، دا تعيطين ودا تهددين. شنو طلبتي منه؟ اشياء رفض، طلبتي انه يسوي وياك علاقة رفض، طلبتي اشياء غلط رفض الاشياء الغلط اللي طلبتيهم، وتعصبتي وصرتي تردين تسوين مشكلة، تردين. شنو سالفتك حبيبي؟ اوكي على مود شنو نبلش نصالح. انا صح دخلت الحمام نفس ما قالت طبعا آية طرف ثالث بالمشكلة. محمد قاعد وكل شيء، فانا طلعت هي البنية محمد ما اعرف عندها عداوة وياها، ما اعرف شنو مشكلتها وياه. يعني انا حتى بوقتها انصدمت من الغلط والافشار والسب اللي سبت لي اياه. احنا ليش صورناها؟ لان ندري راح يجي هذا اليوم، لان ندري راح تختلق علينا افلام، ندري راح هيك راح يصير وراح تظل تحكي علينا. زين احنا شنو استفاد اذا هي حكت علينا مثلا؟ يعني شنو الفائده؟ لا وتحلف بالقران، هي كاتبه تحلف بالقران. زي تتخبى. اسمع هي مو تقول اني عندي تواصل ويا الفندق واقدر اخليهم يطلعون خلي يطلعون الفندق الكاميرات، يطلعون لي الكاميرات من فتحتي الباب لمحمد ودخلتي. ليش قاعد تكذبين لعد؟ ليش تكذبين؟ يعني ما تقول دخل بدون استئذاني، وش مو انتي دخلتيني؟ او اني وش اسمه وجروني. يعني كانت شخص استغلالي بشكل اوفر. تخيلوا انه محمد كان يعاملها معاملة يعني كلش يعني طيبة، ما كان اصلا مأذيها، بس هي الشخص يعني خلاص يعني تريد تمتلك الشخص إذا شافته. ما يقول لها إنه أنا جوعان، إنه أنا تعبان، إنه أنا أريد أنام. لا ماكو هيجي، الراحة والنوم بس إلها. شنو أنتي؟ احنا بالعراق ما عندنا سالفة سني وشيعي، هذا بس بالتصوير. يعني كربلاء ترحب بالكل، ما ادري ايش، ليش انت ماخذه كل شيء محتوى؟ فايش تقول انت ليش معقد الامور؟ وانت ليش ما ادري شنو؟ خلينا نجيب تفاعل. يعني حرفيا واذا ما اسوي هذه الاشياء شنو تنتقص من عندي، تسمعني كلام، تاذيني. كنت اعاملها معامله ما يعيوني، صار تدللي، بس هذا الشيء غلط، هذا الشيء ما يصير، هذا الشيء غلط. ماكو لا حياء لمن تنادي. فهي كانت بوايد تقولي يا الله محمد انت كثير مسكين وطيب يا اخي، انت بارد وما ادري شنو. طب اسمع انا اعتذر، انا خريجة سجون، والله العلي العظيم، والله العلي العظيم، والله ما قاعد اكذب. اسمع انا خريجة سجون، انا مو مترباية، انا ما ادري شنو، لا تزعل انت، تحملني حتى ذو عصبت. قلت لها انا علي هجوم بالعراق واكثر 3 تعليقات اكرهها. تمام انا ما مجبور اكذب فراح احكي الحقيقه. قلت لها اكثر 3 تعليقات تقهرني لما يكتبون مخلي حمره، ومع الرغم انا ما مخلي ولا شيء، ولما يكتبون عني مديس، ولما يكتبون انه طيبه حسن. فقلت لها ذني جدا يقهروني. فهي البارحة ما عندها شيء علي تقوله، وتعرف انه اذا قلت لهم محمد مخلي حمراء او ما ادري شنو راح يكتبونه بالتعليقات. يعني ريدر حبيبي قلبي، فهي قالت لكم هيك حتى تكتبون الي وانقهر اكثر. هاي شفتي قدامكم، والله ما مخلي شيء. شوفوا قلت لك هذا الموضوع يقهرني. شوفوا يا جماعة، مهما يكون الانسان، مهما تكون تصرفاته، بس احيانا يعني يوعى على نفسه. مثل هسه محمد ابو واطة
صراحة ما كان هيجي يعني، تغير 180 درجة. حتى أنا من أجي وأريد أتكلم أو أحكي على فد موضوع أو أي شخص مستحيل أني يعني أغلط، أوكي. فبالنسبة لموضوع الحمرة ما يحتاج إنه تبرر، لأنه واضح إنه أنت ما مخلي شي. أني لو منك أعاندها وأطلع إنه أخلي حمرة، لأنه بالمنصات لا يشوفون شي واحد منك، شي واحد حيلزموها عليك لزمة يا محمد. أنا أقصد إنه تطلع إنه تقهرها، أوكي، وبعدين إنه ترجع لحياتك الطبيعية، إنه أنا أعرف إنه أنت ما تخلي شي، أوكي. الطرف الثالث بالمشكلة، وشلون طرف يا عيني. بس أهم شي إنه هي ما أنطت بابن بلدها. قالت لي أنا جايبت لك هدية فخمة، مثل ما قالت إنه هي عندها هواي فلوس، 100,000 دولار، زين، وآخر شي طالبة من عنده يعني مو عيب ولا هاي، احترمي نفسك وسكتي، فهمتي لو لا؟ تحكين بالأصول وتحكين بالعيب، وانتي ما تعرفين لا العيب ولا الأصول. خوش باعي. ايش قالت أسألها اليوم بالاتصال، أقول لها حبيبتي محمد الطاش لو لا؟ كان تقول عمه أنا عندي 100,000 دولار. شنو 100 دولار؟ قلت لها أنت مو محتاجة، يلا هسه روحي اسحبيهن وخلصين العد. لو خلي أحد يحولش، أحد يدزلش، غير ترتبين أمورك لعد. انت ما تقدر الرجال اللي ما عنده، مثلا هو ما عنده، شخص ما عنده يا ناس، وطاها هو شخص اصغر منك. هي ما عندها فلوس، اوكي، يعني هي ما عندها فلوس وطالبة من محمد، ومحمد منطيها، اوكي، وتقول انه محمد ما انطاني. صارت خربطة، اوكي. المهم انه هي ما عندها فلوس وطالبة من محمد، ومحمد منطيها، وتقول انه محمد ما منطيني. اني عندي 100 دولار. ليش حبيبي؟ ليش تتنكرين؟ احنا شبابنا معروفين بالغيرة العراقية. هو اصلا كفى ووفى من راح اصلا استقبلك بالمطار، وانت منو حتى يستقبلك؟ بس ما اعرف ليش هيك انتو دسون، يعني هي ما تربطكم بيها اي صلة. شخص غريب تحتاج مساعدة، ما يخالف، بس انه لهالدرجة. يعني اعرف انه هاي الاشياء بيناتكم انتو المشاهير، بس ترى هاي الاشياء حرام. المفروض كل مشهور عليه بنفسه وبس، تسوون لقاءات، تجتمعون، بس ما تتعمقون بكل شيء. المفروض كل شيء يكون سطحي. نزلتي ستوري انتي لو شنو؟ لا، ايش اقول بالستوري تحسين؟ اقول اني انا ضايعه وكذا، يعني احد يوديني او شيء. اذا قلت انت ضايعه فانت بنت ما عندك ضمير، ما يصير هيك تقولين. طبعا هاي الأدلة اللي كانت عند آية نزلتها ستوريات، اوكي. طبعا هنا تالا تريد تنزل ستوري وتكتب انه انا ضايعة، انه انا ما عندي، انه انا كذا، على مود تستغل بعض الاشخاص انه انا ضايعة، انه انا ما عندي، انه انا غريبة هنا، ما اعرف كل الاماكن، حتى تستغل بعض الناس، اوكي. مثل ما استغلت محمد، استغلت مشهور ثاني. الستوري اروح بالانستغرام اكتب اقول عافية ماكو واحد يدليني باربي اللي جوياي، وهاي نزلتي الستوري لو بعدش ما منزلته. يعني انت مثلا يعني عود هي قاعدة لا حلو بي، ما اعرف هي شنو من شخص، ما مخلية شخص، ما مسوية مشكلة وياه، ما عندها خلاف وياه. كلهم حرفيا مع العلم كانت آية صديقتها، بس آية بعد الأشياء اللي شافتها منها انسحبت. كلكم نزلوا عن سارة مهند يا حبيبتي، هذه اللي تنزل عني مقاطع سيئة بشكل مستمر، هذه فانزها. بعدين يا بنات يا حبايبي ما ينفع كذا، الله يهديكم، يعني انتم مرة ساحبين، تخلون الهيترز ينزلوا، انتم كمان لازم تنزلون. الله يهديكم، سوين جروب سناب وحالة، نزلوا. طيب وش اللي وريني حسابها يا يارا؟ الله يهديك، انا الحين ابغاكم تصممون او تنزلون عنها. يعني تفضلوا لهالدرجة. انا ادفع لهم 500,000 بس يضربوننا، انا ادفع لهم ما ادري شنو بس يصوروننا، انا يعني ما اعرف، استغفر الله، يعني يمكن حقودة. ليش هيك دا تسوي عداوة يا كل الاشخاص؟ انا فلانة بنت فلان،
انا عندي 7 مليون، انا عندي الاقامه الذهبيه، اتركوني عندك الإقامة الذهبية، فلانة بنت فلان، عندك 7 مليون، كانت تسبينا. يعني البيت بيت ابونا ويقوم حاربونا. اوكي طبعا هنا الفيديو اللي شفتوه بالفندق، وانه هي دا تعيط، دا تضرب بالاشياء، يعني دا تغلط وصوتها كلش عالي. اجت الحماية واخذتها. فهنا محمد دا يشوفكم انه هي شنو كانت تحكي. اوكي، انه تقول انه انا عندي الاقامة الذهبية، انا فلانة بنت فلانة، انا عندي 7 مليون. ايه شنو يعني والله يا الله. طبعا الاشخاص اللي مسوية وياهم مشاكل، لحظة، هذا الشخص اوكي، وهذا الشخص، هاي الاشخاص كلهم هي مسوية وياهم مشاكل. تخيلوا، اكو فيديوهات الخالة نانا، اذا تعرفونها، الايرانية اللي اتكلم عليها محمد ابو غطا، هماتين بعض الفترات اجت انه تحكي هماتين عن تالا صفوان وعن تصرفاتها، وانه شلون اذا شافت الشخص انه تاخذه محتوى، يعني تستغله بشكل فظيع. السلام عليكم حبايب قلبي. يعني انا توني رجعت ولقيت اكو وحده مسويه روحها مسكينه وقاعده تحكي علي. المشكله يا جماعه الخير، هاي البنت انا تاذيت منها اذيه، والله العلي العظيم اني انا تاذيت من عندها اذيه ما صايره ولا دايره. وقسم بالله انه كل اصدقائي وصديقاتي اللي رحت قلت لهم شنو سويت وياي، قسم بالله قالوا لي محمد اطلع بالسوشيال ميديا واحكي حرامات العراقيين قاعد يتفاعلون وياها. قسم بالله انه اذتني اذيه، والله العلي العظيم انه اذتني اذيه هذه البنت. وانا شنو سويت؟ سترت، ما قلت شنو سويت وشنو صار وشنو هذا، سترت على بنيه وقلت ما اذيها، سحبت نفسي، رجعت لبيتي، صار لي 3 ايام انا بالناصريه، حالي حال نفسي، اروح لي. اوكي طبعا هذا الفيديو تصور قبل الفيديوهات اللي شفناها كلها. اوكي، يعني اصلا محمد ما كان يريد الموضوع يوصل لهالمرحلة، هو كان ساكت. اللي بدا المشكلة هي بدت المشكلة، هي تهدد، هي ماخذة خاوة. يعني انا ما هضمني وما ضوجني وزعلني، هي ما اهتميت لها، هي وحدة جاية وراحت. قهرني لما شفت اصدقائي اللي باعوني على مود ايفون او على مود فلوس ووقفوا وياها. المهم سماهم في الأصدقاء اللي دا يحكي عليهم هم هذول، الأصدقاء اللي دا يحكي عليهم هم نفسهم اللي كانوا قاعدين يمها مايا، وهذا الشخص صراحة ما أعرف شنو اسمه، اللي انطتهم هدايا، اللي هم هذول. يعني هذول مو أصدقاء يا محمد. بس إذا أنت كنت مفكر هذول أصدقاء، فأتمنى إنه تعيد تفكيرك. طبعا أخيرا بس المهم تصالحون وعوفوا هاي المشاكل كلها وراكم، والله العظيم يفكونا عليكم الله. تسمعني؟ اسمعك. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ الحين ممكن بس اتكلم، اخذ مجال؟ نعم تفضل. مو احنا قلنا لك من ساعه، يعني كون سكتوا حتى يحكي. اريد اوضح شيء. اوكي تمام. انا حسابي الاول انحضر، فجيت هسه من هذا الحساب حتى فقط اوضح الموضوع، ولين الموضوع كبر عن حجمه واسده وانهيه، ان كان تراضي ان كان مو تراضي. يمكن تصالحوا، ما اعرف يعني اذا تصالحوا او لا، بس هو الفيديو كان كلش قصير، بس يمكن تصالحوا. بعد هاي المشاكل والاتهامات الكاذبة كلها، تتوقعون انه يتصالحون؟ الرأي لكم. أنا ويا ابن بلدي، أكيد ويا ابن بلدي، وأصلا هو ما غلطان، أصلا ما غلط يعني. بس أتمنى إنه هاي العلاقات العميقة
تخلوها علاقات سطحية حتى لا يشتغل واحد الأخ. أوكي، وبعد أعتقد إنه شفتوا مثل ما اتضح الأمر إنه تالا هي اللي بدت المشكلة وهي اللي سوت هاي الأشياء والدراما. أوكي، وصارت تخترع أكاذيب، فطلع محمد بريء. أوكي، إحنا ما نعرف حق المعرفة، بس يعني هو انطى الدلائل، انطى كل شيء، وأثبت إنه هو ما له علاقة، وهي اللي اخترعت هذا الموضوع، وهي اللي رادت تسوي دراما. كل هاي الحركات إلى دراماتيكية، وهي سوت كل هذا. أوكي، المهم أتمنى تكون بخير يا محمد. وأني كنت أريد طبعا أحكي على كم فيديو أنت سويتهم بالفترة الأخيرة، وفعلا أنت اعترفت بنفسك إنه أنت كنت مثل المجنون، فكنت إن أريد أحكي عنهم. بس أوكي خلاص، عرفت إنه هذا الشي كان مو بإرادتك، ما كنت أنت راضي بالموضوع، وكان كله يعني بغير رضاك. بس لازم تعرف شي، إنه على المنصات لو ينتشر إلك شي واحد غلط حياخذوه عليك طول ما أنت تنشر، طول ما أنت تسوي محتوى. أوكي، خلص حيلزقوا بيك إنه هذا الشي غلط أنت سويته، خلص حينسون كل شي جيد أنت سويته، حيركزون على هذا الغلط ولو كان بسيط. فأتمنى لك التوفيق وكل الخير. طبعا يا عزيزي، أني أحكي بصوت ناصي. أوكي، لذلك ما راح يكون أكو فرق إذا قربت المايك أو بعدته، لأنه هو أصلا قريب. يعني مثلا المايك لازم يطخني، بس هو المشكلة إنه أنا أحكي بصوت ناصي. ماكو شخص يمي حتى أحكي بصوت عالي، أو أنا طبيعتي هيك إنه أحكي بصوت كلش ناصي، لأنه أنا الصوت العالي يوترني. أوكي، يصير عندي توتر حتى إذا كان مني. تمام، لذلك حتشوفون إنه أني ما أتحمس بردة فعلي، لأن صراحة ماخذ الأمور ببساطة، كله عادي. تمام، حتى أنا ويا عائلتي إذا يحجون أوكي أو يسألوني سؤال وأجاوبهم يقولوا لي ها، يعني إنه ما سمعوني، عيد الكلام. أني هيجي، أني شخص هادئ. ما أعرف، أنت علي موبايلك عادي، خليه على الآخر، يعني شكو بيه، ما أعرف. بس أنا دا يطلع إنه الصوت عندي مناسب، لأن صوت المايك يعني عالي، يعني دا يطلع الصوت عندي كلش مناسب. ما أعرف إذا هذا الشي بس إنه عندي أني دا أجرب بغير تليفون، لأنه أني عندي أكثر من تليفون دا يطلع الصوت صوته كلش مناسب. فأنت إذا يمك يمكن السبب، يمكن عندك خلل بالسماعة، أو عفوا يعني بالسماعة أو بصوت الموبايل. أوكي، أعتذر إذا تضايقت، وبس أعتذر إذا طلع مني الشي ضايقكم بالفيديو، وأعتذر إذا طولت عليكم بالفيديو. في أمان الله، باي باي.